أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بيكم في كورس المدرب الشخصي المعتمد من شرح بالعربي شابتر 7 ألا وهو بعنوان Resting Assessments and Anthropometric Measurement. من المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهاردة Explain the need for proper sequencing and assessment taken at rest. وهنا لازم نعرف إن الاختبارات اللي بنعملها للعميل لازم تكون مرتبة بشكل كويس جدا. نمرة 2 describe how to measure heart rate and blood pressure at rest and the conditions under which they should be measured. هنتعلم ازاي نقدر نقيس معدل ضربات القلب والاوقات بتاعته، ضغط الدم في وقت الراحة وامتى نقيسه. رقم 3 identify the various methods to estimate body composition and explain the advantages and disadvantages of each. وهنا هنشوف مع بعض various اكتر من methods، اكتر من طريقة عشان نقيس بيها البادي كومبوزيشن، وايه مميزات وعيوب كل طريقة عشان نختار يعني الطريقة الاسهل. رقم 4 explain the practical reasons for using body mass index as well as its limitation for estimating overweight and obesity. ليه بنستخدم مؤشر كتلة الجسم اللي هو البي ام اي وعيوبه بالنسبة لتقدير ان الوزن ده زايد او سمنة، وهنشوف بعض الثغرات طبعا. رقم 5 والأخيرة identify anatomical landmarks and assessment protocol associated with various circumference measurements. وهنا عشان نستخدم قياسات الجسم باستخدام المزورة هنحدد بعض الأماكن الصح، عشان في بعض الناس لغاية دلوقتي بتقيس بالمزورة بشكل غلط وبعد كده يجي يقولك القياس اختلف ليه. يبقى ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. أسس بالعربي. بيقول لك it has been standard practice to conduct physiological assessment at the beginning of the client person trainer relationship. الطبيعي جدا اول ما بيبدأ العميل لازم نعمل له شوية تقييمات او قياسات يعني فسيولوجية اساسية. القياسات دي بتبقى مهمة ليه؟ عشان كذا حاجة. اول حاجة بيقول لك identify areas of health injury risk for potential referral to the appropriate healthcare professional. وهنا عشان نقدر نحدد لو في اي مشاكل صحية او اصابات ممكن تكون خطر على العميل، وساعتها ممكن نحيل العميل دوت لطبيب مختص لو الامر كان محتاج. رقم 2 collect baseline data that can be used to develop a personalized cardiorespiratory and muscular training program and allow for comparison of subsequent evaluation. تاني حاجة بنجمع بيانات أساسية عن حالة الجسم، يعني البيانات دي بتساعد المدرب إنه يحط له برنامج تدريبي بيكون مناسب لصحته، مناسب لإيه؟ للياقة بتاعته، سواء اللياقة القلبية أو العضلات، وكمان نقدر نستخدمها بعد كده لما نيجي نقيس مرة تانية نقدر نقارن. بيقولك أهو comparison of subsequent evaluation عشان نشوف إحنا اتطورنا لا اتأخرنا، لازم نغير ولا لأ. تالت حاجة educate clients about their present physical condition, their result to normative data for age and sex and health risk by comparing. وهنا تالت حاجة بنخلي العميل يعرف حالته الصحية دلوقتي ايه. يعني مثلا نفترض انا رايح وفاكر ان انا هلعب كل حاجة في الجيم كل حاجة، فانا الراجل بيحط لي على السيكونس والله انت راجل حالي مثلا من 10 5 من 10، فمش هنقدر نعمل كذا. فدي شوية بتدي للعميل كده زي ايه، انا ماشي على سيكونس اهو، عرفت انا فين وهقدر اروح فين. ونقدر نقارنها بالمعدلات الطبيعية من نفس سنه، يعني واحد مثلا 40 سنة ففي عندي عميل تاني 40 سنة، لا ده كده اقل، ده كده اكتر، ده الكلام ده كذا. فده لوحده بيخلي العميل بيبقى واعي لو في اي مشاكل صحية ممكن تكون عنده او ممكن ان هي ايه تحصل. رقم 5 motivate clients by helping them establish realistic goal. وهنا بقى لسه تكملة للجزء اللي انا لسه كنت بقوله، بتخلي العميل انه يتحفز انه يحط اهداف واقعية بقى. الله ما انا جايب 5 من 10 اكيد يعني مش في نفس اليوم هقوم جايب ايه 10 من 10، فالموضوع هيبتدي ايه سيكونس واحدة واحدة. طب بمناسبة السيكونسنج بيقولك هنا سيكونسنج اسسمنت، يعني ترتيب التقييمات. ما انا دلوقتي عندي اختبارات كتيرة جدا، يا ترى اعمل ايه قبل ايه؟ اول ما يجي العميل مثلا اقول له لا والله تعالى انا هنعمل دلوقتي فيسيولوجيكال مش عارف قيس للضغط وقيس ليه واعمل امبادي، ولا نخليه يعمل بعض القياسات زي الاختبارات البدنية، مثلا يطلع لي على المشاية اعمل لي شوية استرتشات، اعمل لي تمارين للسترينج. لانك لو طبقت كل الحاجات دي
مرة واحدة في أول حصة هتضيع وقت الحصة في القياسات بس، العميل يزهق أصلا وما يجيش تاني. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition, to injuries, to biomechanics, everything you need, all in one place. Join us now, this is your time. Step up strong, get on your grind. Oso's Belarabi, we lead the way. Be a pro, started too late. Join us now, this is your